وأعجبني جدا بالأمس رجل سئلت عن دبلة الزواج في هذا المسجد بعد الدرس. دبلة الزواج معلومة، دبلة الزواج في اليسرى ودبلة الخطبة في اليمنى. فقلت إن الدبلة لا تجوز وهي حرام، لأنها ليست من أعمال المسلمين ولا تعرف في تاريخ المسلمين، وإنما هي مأخوذة من النصارى، ولهم في ذلك معتقد، لأنهم يعقدون العقد في الكنيسة، فيقول القسيس مثلا باسم الرب والعياذ بالله والابن وروح القدس، ثم يضع الخاتم في الرابع، وهو رمز عندهم للديمومة. ولذلك ولعل الناس يعرفون يضعون له ما يسمى بالمحبس، يعني دبلة ثم يوضع له خاتم آخر يحبسه، لأنه يدل على ديمومة النكاح فيحبس بالخاتم الآخر، ثم يعلقون استدامة النكاح به، وإذا سقط تشاءموا، وهذا حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعله. أعجبني أحد الشباب ما كان هو السائل، لكنه قال هذه الدبلة، فأشار إلى شيء في يده وهي فلم أرد أن أباشره بها مباشرة، فقلت لا أدري إن كانت الدبلة فهي، فوضع يده في أصبعه ونزع الخاتم، وما كان هو السائل، وهو من عامة المسلمين. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلبه وييسر أمره ويوفقه ويثبته، وأن يهدي جميع المسلمين.